اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفه تحفه، والنهارده هنعمل التصميم الجميل اللي قدامكم دوت. يلا بينا نشوف ازاي عملناه. اول حاجه طبعا عملتها فتحت ادوبي الستريتور، وبعد كده اخترت ان الارت بورد بتاعي دوت يكون الابعاد بتاعته 2000 بكسل في 2000 بكسل. زي ما انتم شايفين التصميم بتاعنا دوت عباره عن الرسمه بتاعه المفتاح وفي داخلها الباترنز ديت بتاعه الكوفيه. فاول حاجه هبدا بيها هي اني ارسم الباترن بتاعه الكوفيه. انا دايما بحب ابدا بالحاجه اللي بتكون اصعب، فيلا بينا نبتدي. هاجي من هنا كده واختار الاليبس تول او الشكل الدائري، وهرسم دايرة او شكل بيضاوي بالشكل ده كده، وهديله اللون الاسود. وهختار طبعا ان هو ميبقاش عنده ستروك، بس يبقى عنده فيل كولر فقط. هغير شوية في الشكل البيضاوي بتاعي دوت، هصغره كده واظبطه بحيث يكون المنظر دوت هو اللي عندي، وهلفه كده بالشكل ده. وهجيب الكيرفيتشر تول، ومن هنا عايزة دي كده تبقى مدببة شوية، ودي كمان الطرف التاني دوت هو كمان يكون مدبب شوية. هي نفس الشكل دوت كده. هاخده كنترول سي كنترول في وهحطه هنا، هضغط او من الكيبورد، وبعدين هضغط انتر دي الريفلكت تول، واوكي. عايزة الريفليكشن بتاعي او الانعكاس بتاعي يكون فيرتيكال، وهقول له اوكي. هعلم على الاتنين دول وانا ضغطة الت، هسحب كده بالشكل ده، ومرة تانية برضو وانا ضغط الت هسحب مرة كمان بالشكل ده، لحد ما السمارت جايد تظهر لي ان هما كده كلهم على نفس التباعد ونفس المسافة. هاخد الصف اللي موجود عندي تحت دوت كده واحطه تقريبا في المنتصف بين الصف اللي موجود فوق، واخد دي كده برضو وانا ضغط الت هكررها هنا كده مرة تانية، ودي برضو هكررها مرة تانية بالشكل ده، بحيث ان يبقوا كلهم على نفس المسافة من بعض. على حسب بقى انا بحب ارسم بايه، بالبين تول ولا بالبراش تول، الموضوع يرجع لكم تماما. هختار انا المرة دي البراش تول، هرفعها شوية، اخلي الستروك بتاعها اقل من كده، وليكن مثلا اخليه نص، وهوصل بين الاشكال بتاعتي بالشكل ده. هكتفي بس ان انا اعمل خط واحد وهقرب عليه كده واظبطه شوية زي ما انا عايزة، وهاخده هو واكرره اكتر من مرة. الرسمة بتاعتي انا عايزاها تبان ان هي بشكل يدوي، فعشان كده انا مش لازم كلهم يبقوا تكرارات شبه بعض بالظبط، انا عايزاها حاجة كده تبان الطبيعة اليدوية للرسم بتاعي، وهكرره لحد ما املى كل دول. هعلم عليهم كلهم كده وكنترول سي، وبعد كده كنترول في، واضغط او من الكيبورد اللي هي الريفليكشن تول، واختار اوكي ان الريفلكت يبقى فيرتيكال وادوس اوكي. وبعد كده احطها هنا كده بالشكل ده، ولو في اي حاجة محتاجة اظبطها فهظبطها زي ما انا عايزة. وهكرر الشكل ده كده مرة كمان، احطه هنا لحد ما يديني اوكي ان انا على نفس المسافة السمارت جايد بتاعي. هعلم على الاشكال بتاعتي دي كده، كنترول سي كنترول في من الكيبورد، وهختار او واضغط انتر، وهعكسه بشكل هوريزونتال المرة دي واضغط اوكي. اضغط في من الكيبورد واخده كده وانزل بيه تحت واحطه هنا كده بالشكل ده. وبعد كده هعلم على الاشكال بتاعتي اللي هي ديت العقد بتاعت شبكة الصيد، واحطها هنا كده بالمنظر ده. هاخد الجزء ده كده تاني اللي هو عبارة عن الشبكة نفسها، كنترول سي كنترول في، وهاخده وانزله تحت هنا كده. اعلم على بقى كل الرسمة بتاعتي، ومن اوبجكت هختار باترن وهختار ميك، اقول له اوكي. ومن هنا كده هختار بريك باي رو، ومن الهايت ديت كده هقلل المسافة، هختار ان ديت كده proportions تتحفظ مع بعضها، ومن هنا كده هقلل المسافة شوية، وبعدين هشيل ان البروبورشنز دي تبقى مع بعضها، ومن الهايت هرفع سنة. وده كده الشكل بتاع الشبكة بتاعة الصيد اللي موجودة في الكوفية. هسمي الباترن ديت فيش نت، وهقول له اوكي دون وسيف. انا كده عجبني الشكل بتاع الباترن بتاعي، وهخلي الجزء ده كده عندي كده على جنب، وهسمي اللاير ديت كده فيش نت، واخليه على جنب هنا كده عندي احتياطي. تاني حاجة هرسمها هو الشكل بتاع الاوليف ليفز او اوراق الزيتون. هجيب الريكتانجل تول وهرسم مستطيل صغير بالشكل ده. هاجي هضغط على النقطة دي مرة واحدة فقط واسحبها كده على الاخر، وبعد كده هجيب الكيرفيتشر تول وهحط نقطة هنا كده مقابل النقطة دي بالظبط، واخليها تبقى نقطة مدببة، وهسحب دوت لتحت شوية، وهاجي النقطة دي اخليها كيرف
تبقى بالشكل ده. وهرفع النقطة بتاعتي دي لفوق شوية كده. نفس المستطيل دوت هاخده كوبي اند بيست، كنترول سي كنترول في، وبعدين من او هضغط انتر واختار ان انا عايزة اعمل له ريفليكشن فيرتيكالي. بعد كده هضغط او مرة تانية واختار انتر واعمل ريفليكشن هوريزونتالي. وبعد كده اختار السلكشن تول وهاجي كده من هنا اظبطهم كده مع بعض بالشكل ده. خلونا ندي اللي تحت ديت كده مثلا لون تاني بس مؤقتا، وليكن مثلا اللون الاخضر. علم عليهم هما الاتنين وهجيب من هنا كده الشيب بيلدر تول، همشي كده وكده. بعد كده ياخد الجزء اللي فوق ده معايا كده، هعلم هنا واسحب الشكل بتاعي وهمسح اي حاجة ملهاش لازمة، وهرجع ادي دي تاني اللون الاسود. شوف هنا كده لو في اي نقطة محتاجة اعدلها، يعني مثلا النقطة دي محتاجة بس ان انا انزلها كده شوية خليها كيرف، والنقطة دي مثلا برضو ممكن اخليها كيرف وارفعها لفوق شوية، دي برضو اخليها كيرف واحطها هنا. ممكن بقى اصغره واكبره زي ما انا عايزة. بعد كده هختار الشكل بتاعي واضغط كنترول سي كنترول في، وكالعادة من او اختار ان الريفليكشن المرة دي يبقى vertical او horizontal مش فارقة كتير. وبعد كده هاخده واحطه قدامه هنا بالشكل ده. هسلم على الشكل بتاعي كله واصغره وهعمله كنترول جي عشان احطه في جروب، وبعدين كنترول سي كنترول في مرة تانية واحطه جنبه بالشكل ده، ودول كنترول سي كنترول في احطهم تحت بعض بالمنظر ده وهلفهم عندي بالطريقة دي. هعلم عليهم كلهم كده زي ما انا معلمة، ومن اوبجكت هقول له كالعادة باترن واختار ميك وادوس على الرسالة دي اوكي، وهلاقيه هو عامل لي الباترن بتاعتي كده زي ما انتم شايفين جريد. تمام، شكلها عاجبني وكله تمام. هسميها بقى دي اوليف ليفز وهقول له done، وهعلم على دول كده. من قائمة layers هنا هعمل layer جديدة اللي هسميها اوليف ليفز، وهنقل الاشكال اللي انا عملتها في الاوليف ليفز باترن وهحطها هنا. اسهل حاجة بقى واخر حاجة خلونا نعملها layer جديدة، وهي تالت حاجة في الكوفية، وهي التريد روتس او الخطوط او طرق التجارة. اقف في اللاير بتاعتي دي كده وهجيب الريكتانجل تول اعمل مستطيل يكون رفيع شوية، وبعد كده نفس المستطيل دوت كنترول سي كنترول في هحطه هنا، واخلي المستطيل بتاعي دوت السمك بتاعه او العرض يعني بتاعه اكبر. وبعد كده هاخد نفس المستطيل الاولاني اللي انا عملته احطه هنا مرة تانية، واتحكم بقى في المسافات بحيث يبقى شكلها حلو. اقف كده هنا لحد ما الجايد يبين لي ان ده نفس الارتفاع اللي انا واقفه فيه هنا. اعملهم كنترول جي واحطهم في جروب واحطهم على جنب هنا بالمنظر ده. دلوقتي بقى هنيجي لاهم حاجه عندنا في التصميم بتاعنا، وهي الرسمه بتاعه المفتاح. هنكتب هنا كده ذا كي وهنيجي نرسم المفتاح بتاعنا. طبعا تقدروا ترسموا اشكال يعني مفاتيح مختلفه زي ما انتوا عايزين. انا قعدت اجرب كده اشخبط كده في الورق لرسمة كذا مفتاح، وده المفتاح اللي عجبني. ببص بقى على الرسمة اللي انا مشخبطاها في الورق ديت واشوف ايه الاشكال المكونة للرسمة بتاعتي. فاول حاجة هعملها هي ان انا هعمل مستطيل بالشكل ده، ده هيكون الجزء الاساسي في المفتاح بتاعي. وبعد كده هعمل هنا كده مستطيل تاني بالشكل ده برضو. حاول اخلي الاتنين يكونوا الابعاد بتاعتهم متناسقة، يعني لما جينا هنا كده على properties هنلاقي ان دوت كده هنا خلينا نثبتها 156، ودوت هنا برضو هنخليه 156 عشان يبقوا الجزء ده السمك بتاعه زي الجزء ده عشان يبقى شكله متناسق اكتر. بعد كده هجيب الاليبس تول، هعمل وانا ضاغطه بقى شيفت بعد ما جبت الشكل بتاع الاليبس تول هعمل كده دايره، وهاجي من هنا كده وانا ضاغطه الت هسحب الدايره بتاعتي شويه وهحطها هنا. بعد كده هعمل دايره تانية برضو من الاليبس تول، بس دي بقى تبقى مظبوطه اكتر، وانا ضاغطه شيفت كده احطها هنا. خلينا كل الحاجات متوسطنه زي بعض. ممكن الدايره بتاعتي دي اكبرها شويه وانا ضاغطه الت اند شيفت مع بعض. وبعد كده عايزين نعمل بقى هنا شكل كده التفريغ بتاع المفتاح نفسه. خلونا بس ندي الحاجات دي الوان مختلفه عشان تبقى واضحه الاشكال بتاعتنا. اخد الدايره دي كده كنترول سي كنترول في، هي كنترول سي كنترول في تاني، علم على الاتنين مع بعض وهنزلهم كده شويه. قرب الدايرتين من بعض بالشكل ده، وهعلم على الدايرتين. وممكن من الشيب بيلدر تول او من هنا في باث فايندر على طول هقول له ايه يونايت، يعني خليهم لي متحدين. هعلم على الشكل بتاعه وهجيب الدايركت سيلكشن تول واختار النقطه دي، ومن السهم بتاع الكيبورد انزل كده بيها لتحت شويه. برضو نفس الكلام بالنسبه للنقطه اللي تحت هعلم عليها
واطلع كده بيها شويه. وبرده بالدايركت سيلكشن تول هودي النقط دي يمين شويه، وهنا برضو نفس الكلام، النقط دي هعلم عليهم كده وانا ضاغطه شيفت واوديهم يمين شويه. اصغر الشكل بتاعي كده سنه، هعلم على النقطه دي وهاجي من هنا على الثلاث نقط دول في بروبرتيز، اضغط اشيل الاول العلامه ديت كده، وعشان مش عايزاهم كلهم يتغيروا بنفس المقدار، وهضغط مثلا اخليها ممكن 25 كويس، وممكن اقلله برضو تاني هشوف. وهنا برضو هديله 25. حاسه ان 25 مش افضل حاجه، فخلينا نخليها 20 عشان عايزه يعني، حاسه ان 25 خلت شكل المفتاح بتاعي مش واقعي. برضو هنا نفس الكلام، هعلم على المستطيل التاني وهنا اخليه 20، ودي كمان اخليها 20 بالشكل ده. نيجي بقى للخطوه اللطيفه جدا، وهي اني هعلم على كل الحاجات دي. باجي من هنا من الشيب بيلدر تول، من اكتر الادوات اللي انا بحبها، اعلم على الاجزاء اللي انا عايزاها من المفتاح دول كده. خلاص بقى جزء واحد، اعلم كده بالشكل ده، اضغط هنا كده وامسح الحته ديت اللي ملهاش لازمه، وامسح الحته دي. الجزء الصغير ده برضو كمان ملوش لازمه. دلوقتي انا محتاره بقى، هل اخلي الدايره ديت ولا المفتاح يعني فقط يبقى شكله عامل كده؟ فخلونا نشوف. هعلم كده على كله واختار الشيب بيلدر تول تاني، واخد الدايره دي كده معاهم. لا، حاسه ان شكلها حلو، الدايره شكلها كويس، فهخليها زي ما هي كده. ده شكل المفتاح بتاعي. هوديه كده بس بعيد شويه عشان ساعات بيبقى فيه خطوط كده زياده ملهاش لازمه، فهنمسحها وبعدين اجيب المفتاح واحطه هنا كده في النص بالظبط. دلوقتي بقى عايزين نلون المفتاح بتاعنا بالاشكال اللي احنا عملناها او بالباترنز اللي احنا عملناها من شويه. هناخد اول حاجه المفتاح دوت كده، وهنضغط كنترول سي كنترول في، نحطه كده هنا. المفتاح نفسه هكرره 3 مرات. خلونا من هنا كده من فيو نحط الرولرز بتاعتنا، نقول له شو رولرز. تعالوا نقسم المفتاح مع بعض. انا عايزه الجزء دوت كده اهو، ده اللي هيكون فيه شبكه الصيد، والجزء اللي تحت ده كده اللي هيكون فيه اغصان او اوراق الزيتون. كده انا قسمته تمام. اتاكد ان كل المستطيلات بتاعتي على نفس التباعد. هنزل لها رولر كده من هنا، عايزاهم كلهم يبقوا بحذا بعض، وهجيب المستطيل بتاعي من هنا. اول مفتاح منهم هحط عليه المستطيل ده كده. خلونا نديله لون تاني بس عشان ما نبقاش متضايقين من الالوان دي. هعلم على المفتاح والمستطيل اللي انا حطيته، واختار الشيب بيلدر تول، وهعلم على الجزء ده كده فقط. وبعدين الجزء اللي تحت ده هعلم عليه وامسحه. هعلم على المفتاح بتاعي وهختار الباترن اللي انا كنت رسمها، اللي انا كنت مسميها فيش نت بالشكل ده. الجزء التاني اللي هنلونه وهو الجزء السفلي من الباترن، فهعمل كده بالشكل ده. بس خلونا نديله لون مستطيل جديد، وهعلم على كل الاشكال اللي انا عايزاه اغير فيها، وهاخد المفتاح بتاعي فقط. وهاجي هنا كده واختار ان دوت الباترن بتاعتي تبقى اللي هي الفيش نت او شبكة الصيد، وهسيبها في مكانها زي ما هي. الجزء الثالث عندي وهو الجزء اللي في المنتصف دوت كده، ده بقى هعلم عليه. خلونا نديها برضو لون تاني. هقرب من الجزء ده عشان اظبط المستطيل بتاعي. المره دي بقى هعلم عليه كله بس بالشيب بيلدر تول. هاخد الجزء ده واخد الجزء ده، اختار في من الكيبورد واضغط بره، همسح دي وهمسح دي وهمسح المستطيل نفسه، هيتبقى لي المنظر ده. هاخد بقى الرسمه بتاعتي اللي هي بتاعت التريد روتس ديت او خطوط التجاره او طرق التجاره، واخد كنترول سي، واجي هنا كده عند الرسمه بتاعتي احطها كنترول في. هرفع دي كده في اللاير بتاعت ذا كي، وهكبرها بالشكل ده بحيث تغطي عندي المسافه دي كلها كده. ممكن اجي من هنا كده اصغر شويه، ومن هنا كده اصغر شويه، وهمسح الجزء اللي تحت دوت ملوش لازمه. هركب بقى المفتاح بتاعي. اول حاجه ده المفتاح نفسه، فهديله لون ساده، ومن الستروك هنا كده عايزه اديله ستروك شويه. ممكن بقى اخليه مثلا سميك شويه وليكن ستروك 8 زي ما انا عايزه. وهاخد بقى الاشكال بتاعتي واحطها، وبصوا هتلاقوها مظبوطه طبعا على المقاس بالظبط. هنا عملت لاير جديده سميتها تكست، وهاجي من هنا كده اقدر بقى اكتب اي نص انا عايزاه بالتايب تول. هقف هنا كده، ممكن اكتب مثلا بالانجلش، لو عايزه التصميم بتاعي بالانجلش اكتب we will return، او انا عايزه اعمل النهارده التصميم بالعربي هكتب حتما سنعود. وهغير كده في الخط بتاعه. انا عايزه اختار للتصميم بتاع النهارده الخط دوت. هسيب لكم الاسامي بتاعه الخطوط تحت في صندوق الوصف. والخط ده على فكره هو خط مجاني بيتحمل من على جوجل فونتس، لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وانا دايسه شفت لفيت الخط بتاعي كده وهحطه هنا، وهكبر الخط بتاعي زي ما انا عايزه. وبكده ده كان التصميم بتاع النهارده. تقدروا بقى تغيروا اصلا في لون التصميم ذات نفسه زي ما انتم شايفين. لما عملته باللون الاحمر دوت برضو ادى للتصميم شكل تاني وحلو جدا، وطابع كده تراثي كده فخم وحلو جدا.
اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في التصميم بتاع النهارده، ولو عملتوا زيه وطبقتوا على الفيديو دوت ما تنسوش تبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام، بنشرها عندي وبفرح جدا لما بشوفها. ودي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تتابعونا على المدونه فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.